كبيرة جدا جدا، مما يؤدي إلى انهيار المملكة المغربية بالتدريج بعد وفاة هذا الرجل العظيم. وطبعا ده من خلال الفيديو اللي أمام حضراتكم. السؤال هنا بقى، انا ليه بعرض الفيديوهات ديت امام حضراتكم؟ وايه الفايده من ان احنا نشوف ليلى عبد اللطيف وان الست ديت زي ما يكون كلامها مقدس؟ هل هي قرآن يمشي على الارض؟ لا طبعا، لا طبعا. هل هي تعلم الغيب؟ لا طبعا، لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى يا جماعه. فبالتالي الست ديت انا عاوزه اقول لكم بس كلمه واحده، دي هتخش النار يعني من اوسع ابوابها باذن الله. ديت هتخش النار يعني في الدرك الاسفل. ليه؟ لانها منجمه، وكذب المنجمون ولو صدفوا او صدقوا، الاتنين يحتملان نفس المعنى. وعاوزه اقول احنا يعني بجد بجد بلاش ننساق ورا اي اقاويل حتى لو هي بتقول كلام صح، ان الغيب لا يعلمه الا الله وحده لا شريك له. لا يعلم الغيب الا الله وحده. والست ديت يا جماعه يعني عاوزه يعني تعمل بروباجندا وتعمل شو في السوشيال ميديا علشان ايه؟ تثير بلبلة وتثير جدل وتثير أقاويل نحو المملكة المغربية. وده في حد ذاته كلام خطير وبيدينها. أولا أنا عاوزة أقول لحضراتكم حاجة، هي ليه بتعمل كده؟ هي ليه بتعمل كده؟ أنا هكشف لكم المستور دلوقتي بتاع هذه المرأة المضلة أو المضللة عامةً. فانا بكشف لكم ازاي الست دي كاذبه. دلوقتي يا جماعه في مخططات بتتم من ورا العالم كله، مخططات شيطانيه، مخططات هتنفذ للقضاء على البشريه. ولكن الست دي ظاهره في الصوره ليه؟ علشان توصل الرسالة. من الآخر بيعاملوها معاملة الدمية، هي بتتحرك وبتنفذ أوامر. الست دي طالعة تنفذ أوامر وتتكلم وترد على الناس بطريقة تخوفهم وتقول لهم إيه اللي هيحصل بكرة. يعني مش بعيد تطلع وتقولك غدا سوف تقوم حرب شنيعة مشنة على المملكة المغربية وستفقد المغرب الآلاف من شعبها، وتقعد تتكلم إلى آخره. برضو الغيب يا جماعة لا يعلمه إلا الله وحده. بلاش ننساق وراء الأكاذيب، وراء الأكاذيب. ده نوع من الدجل والشعوذة ولعب بالعقول ولعب بالأفكار. دي امرأة مشوهة فكريا، دي امرأة بتنفذ مخططات حاجات قايلينها لها علشان تقولها. هي ما عليها ان اللي هي بتقوله يعني هي بتسمع وتردد. دي حاجات تبع المخططات، وانا ذكرتها لحضراتكم قبل كده في فيديو ان دي مخططات ماسونيه عشان يتموا الخطه الشيطانيه بتاعتهم اسمها المليار الذهبي. وفي نفس الوقت الست ديت يعني كارهه للعرب. الست ديت كارهه للعرب. عمرنا ما شفناها طالعه بخبر بعدل. ليه على طول يا جماعه احنا ملاحظين ليه على طول بتطلع تقول اخبار كوارث، حوادث، حروب، حد هيموت، فاجعة ستصيب فلان، مرض سيصيب فلان؟ مفيش مرة خبر عدل يوحد ربنا من الست دي تطلع مرة على الهوا عن اي حد. ليه؟ لان هي دي مهمتها ودي رسالتها، تبلغ الناس بالسواد اللي هيعوم عليها، وتبلغ الناس باللي هيحصل، لان دي مخططات بتنفذ عن طريق البشر، بتنفذ عن طريق مافيا، بتنفذ عن طريق عصابة، بتنفذ عن طريق ناس عاوزة تتحكم في العالم وعاوزة تودي العالم كله في داهية. عاوزين يعملوا عملية فلترة زي ما بيقولوا، عاوزين يقللوا من البني آدمين بطريقة مشنة.
يعني حاجة بصراحة يا جماعة الواحد متضايق ومخنوق منها قوي قوي. فالخلاصة ان انا بعرض لحضراتكم الفيديوهات دي عشان اوصل رسالة صغيرة. بلاش يا جماعة بالله عليكم ننساق وراء اي حد بيقول كلام لا يعلمه الا الله وحده لا شريك له. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعلم الغيب. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بايده قيام الساعة وبايده ده يحصل له ايه وده ما يحصلوش ايه. اذا جت يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى قالك القدر ممكن يتغير. يعني ممكن سبحان الله واحد ممكن يكون هيموت مثلا بكرة ويحصل له حاجة، او يتعرض ان هو يدي مثلا واحد فقير صدقة مثلا، فالفقير يدعي له ربنا يبارك لك ويطول في عمرك. اذا ان الدعاء بيغير القدر. فين بقى هي من تغيير القدر؟ القدر هو بيد الله سبحانه وتعالى، والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. وبلاش ننساق وراء اي اقاويل يا جماعة، علشان احنا مؤمنين بالله ودي رسالتهم ان احنا نخاف، دي رسالتهم ان احنا نترعب. ربنا يحفظ ملك المغرب، ربنا يحفظ المملكة المغربية الشريفة. تحيا مصر، تحيا المملكة المغربية، يحيا فخامة الملك محمد السادس. بالله عليكم اخواتي تابعوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا بقية التفاصيل. من حضراتكم الاشتراك، فعلوا تكون زر الجرس، ما تنسوش فضل صبر، حطوا اللايك وصلوا على سيدنا النبي.